احنا عندنا كل قصة مختلفة، فاحنا ما بيجيلناش السكريبتس بتاعت القصص التانية، ما اوكي. ببقاش قريتها. فانا اتفرجت على اول قصة بالنسبة لي اللي هي فلاش باك، كانت بالنسبة لي اول مرة اشوفها وما قريتهاش وما اعرفش هي بتتكلم عن ايه حرفيا. فلما اتفرجت اتفاجئت وبقيت عندي فضول عايزة اعرف ايه، طب هو في الماضي ولا في الحاضر، هم حد بيشتغل وهي البنت بجد كانت كويسة ولا كانت وحشة. كان عندي فضول جامد جدا، وده حسسني ان المشروع ده بيتعمل بشكل تقني كويس. يعني كمان شفت الصورة حلوة جدا، شفت حتى اداء الممثلين، اهتمام بالديكور بالتصوير بكل حاجه، مم. شفتها كويسه. فطمنت كتير جدا على ان ازاي القصه دي هتطلع. كمان القصه دي المخرج بتاعها استاذ خالد سعيد، دي اول تجربه اخراج ليه. هو اخرج القصه بتاعه 2028 بتاعه هنادي مهنا مم. اللي بتتذاع حاليا. انا لسه ما اتفرجتش عليها، علشان ايه بقى؟ القصه الاولانيه اول ما اتفرجت على اول حلقتين بقيت مستفزه جدا، مش قادره اقعد على بعضي، مستنيه الثالثه والرابعه والخامسه. فقلت لا، هنا المره دي محدش هيضحك عليا، انا هستنى اما كله ينزل الخمس حلقات اتفرج عليهم مره واحده، مش هنام بفضولي ده. لان انا مم. كنت خلاص هتصل بيهم اسالهم يا جماعه معلش احنا كرو واحد والنبي قولوا لي البنت دي طلعت ايه. فمستنيه لما كنت القصه تنزل. بس شفت منها شوتس عشان اشوف برضو استاذ خالد في اول تجربه اخراج ليه. مم. مبسوطة جدا، مكنتش متخيلة ان هو يعني هيعمل حاجة بالجمدان ده. بجد هو جامد جدا من وهو مخرج منفذ ومن وهو مساعد اخراج. بصراحة يعني حاجة جميلة ان هو اول اخراج ليه يطلع بالصورة الحلوة دي. فانا مستنية الحلقات كلها تنزل وهبتدي اتفرج بقى مرة واحدة.